هاي إحنا في مصر وصلنا 200,000 شركة ستارت اب، 5% بس منهم اللي بيكملوا، وده لأن هم ما بيبقوش دارسين كويس الماركت، وفي حاجات كتير قوي بتكون غايبة عن عينيهم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على بيست الاناليسز، بس بيست الاناليسز لوحده مش كفاية. في الفيديو ده هنتكلم على سوات اناليسز، وده بيتكون من 4 حاجات لازم يكونوا دايما قدام عينيك، وهو عبارة عن فريم ورك بيحدد فيه اول حاجه السترينثز بتاعتك، ايه هي نقاط القوه اللي عندك. يعني مثلا انت بتقدم منتج جديد الناس فعلا محتاجاه، ولا انت بتقدم منتج بكواليتي عاليه قوي، ايه اللي بيميزك انت عن غيرك. تاني حاجه هي الويكنسز، انت ايه اصلا نقاط الضعف بتاعتك، هل مفيش فند كفايه، يعني في نقص في الفلوس، هل انت لسه بتبدا بروجكت فما عندكش كل المعلومات اللي كافيه، لازم ده برضو يكون قدام عينيك. تالت حاجه بتبص عليها هي الاوبورتيونيتيز، ايه هي الفرص اللي قدامك، يعني مثلا هل انت تقدر تكون شراكات مع براندز تانية، هل تقدر تعمل كولابوريشن مع حد معين يقدم لك سيرفيس وانت تديله سيرفيس تانية. النقط دي هتفيدك كويس قوي وتساعدك تعمل اكسبوجر عالي. رابع حاجه هي الثريدز، ايه اللي بيهدد نجاحك، هل انت خايف مثلا ان الدوله داخله على ركود اقتصادي فالمنتج بتاعك ممكن ما يتباعش او تخسر فلوسك، هل خايف مثلا من منتج تاني منافس ليك بشكل قوي، في اكتر من حد بيقدم نفس الخدمه اللي انت اصلا بتقدمها. دي كلها حاجات لازم تبص عليها كويس قوي عشان ما تبقاش زي 200,000 شركه ستارت اب تبدا وتقفل تاني. سلام عليكم.